السلام عليكم. النهارده حبة حاجة حصلت كتير قوي في الدوري. طبعا بعد مرتضى منصور ما طلع في الإعلام في قناة نادي الزمالك وقال إن أحمد أبو الفتوح وعبد الله جمعة بياخدوا مخدرات، طبعا انتشرت في العالم. عندنا الصحف البرتغالية تفاعلت مع اللي هو قاله، وقالت إن رئيس مجلس الإدارة عقب التعاطل مع الداخلية نتيجة 1-1 واتهام مرتضى منصور احمد ابو الفتوح وعبد الله جمعه ان هم بيتعاطوا مخدرات، وهو ما ادى الى استبعادهم من لقاء الذهاب. وابرزت صحيفه ريكورد البرتغاليه تصريح رئيس نادي الزمالك حول تعاطي الثنائي الذي يدربه فيريرا المخدرات. واشارت الصحيفه الى ان فيريرا حقق مع الزمالك لقب الدوري وكاس مصر في الولايات التانية، لكن نتائج هذا الموسم ليست مرضيه. واشار موقع 00 إلى تصريحات رئيس الزمالك برضو بتعاطي بعض اللاعبين المخدرات. وأبرز تقرير لموقع برازيلي تصريحات مرتضى منصور برضو. فطبعا هي الفضيحة بقت عالمية مش محلية بس. نيجي بقى لسيف الجزيري واللي حصل معاه. طبعا المحامي بتاع النادي الأفريقي صدم الزمالك، وطبعا قرار الفيفا طلع النهارده والزمالك هتغرم عشان سيف الجزيري. طبعا المحامي أعلن اللي هو سليم والانصام عن صدور قرار من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو الفيفا بشأن شكوى الأفريقي ضد الزمالك في ملف صفقات انتقال اللاعب سيف الجزيري. وطبعا كتب المحامي على الموقع بتاع تويتر الشخصي بتاعه على حسابه: الحمد لله إن غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نصفت نادي الأفريقي ضد الزمالك، وأثبتت إن نادي الزمالك واتحاد الكرة زوروا عقد سيف الدين الجزيري هو والمقاولين العرب. فطبعا دي هتبقى مشكلة كبيرة طبعا جديدة لنادي الزمالك. أنا مش عارف نادي الزمالك هيطلع من إيه ولا إيه ولا إيه. طبعا في ماتش الداخلية امبارح لو شفنا في لقطة لما سامسونج كان بينط في المرمى عشان يجيب جون، والكرة طلعت بره وخبط مع اللاعب. شفنا عاشور قال له ارمي نفسك ارمي نفسك، مش عارف ليه. تعالوا بينا نشوف قال له ايه ونشوف الفيديو. يلا بينا وارجعوا لي تاني. شفتوا امام عاشور قال له ايه؟ معرفش، لسه طبعا سامسونج لسه جديد ولسه ما اتعلمش ان هو يرمي نفسه في ضربات الجزاء. فطبعا اي طفل جديد لازم يتعلم، او اي لاعب جديد سوري لازم يتعلم في نادي الزمالك ازاي يرمي نفسه عشان الحكام يديله ضربات جزاء. طبعا تعالوا نشوف الكوره. ده موقع الكوره بيكشف تفاصيل قرار الفيفا ضد الزمالك بشأن الجزيري. طبعا الموقع بيقول ان افريقيا تقدم بشكوى ان هو في صيف بعد انضمام المقاولين سيف الجزيري للزمالك بصفه نهائيه في صيف 21 سنه اللي فاتت بعد نهايه اعارته. وتمت صفقه سيف الجزيري للزمالك في ظل قرار ايقاف قيد صفقات الفريق الابيض اللي هو فريق الزمالك بسبب تفعيل بند الشراء النهائي في صفقه الاعاره من المقاولين العرب. وقال مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم للكورة: خطاب الفيفا تضمن إلزام الزمالك بدفع مبلغ قيمته 800 ألف جنيه مصري تقريبا. وتابع: خطاب الفيفا لم يتضمن عقوبة إيقاف ضد اللاعب أو قرارات تتعلق بقيده في صفوف الزمالك. طبعا وفيما يلي نص قرار غرفة فض المنازعات قبول مطالبة المدعي اللي هو النادي الأفريقي جزئيا
نمرة 2 يدفع المدعي عليه اللي هو الزمالك مبلغ 883 ألف جنيه مصري كمساهمة تضامنية بالإضافة إلى الفوائد على النحو التالي: 5% فائدة سنوية، يعني 335,200 جنيه مصري، اعتبارا من 3 مارس 2021 حتى تاريخ السداد الفعلي. نمرة 2 5% فايدة سنوية، اللي هو 502,800 جنيه مصري، اعتبارا من 15 نوفمبر 2021 حتى تاريخ السداد الفعلي. وبعد كده تالت حاجة يتم رفض أي مطالبة أخرى للمدعي اللي هو الأفريقي. طبعا الزمالك شكله هيدفع فلوس كتير قوي. طبعا احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل في الزمالك الأيام الجاية دي. طبعا بعد أسامة نبيه ما فيريرا طياره من الزمالك وقال إن هو مش عايزه. طبعا كشفت مصادر في نادي الزمالك إن حسين ياسر المحمدي قريب جدا إن هو يمسك مكان أسامة نبيه. طبعا لسه مش عارفين إذا كان فعلا هيمسك ولا لأ. طبعا القرارات دي كل شوية بدماغ، حابة يقولك وحابة يقولك لأ، فلسه هنشوف هل ياسر محمدي هيمسك ولا لأ. طبعا النادي الأهلي هيلعب يوم الخميس الجاي إن شاء الله مع المصري. طبعا الحمد لله الحمد لله عندنا كل اللعيبة اللي كانت أو معظم اللعيبة المصابة. محمد طاهر رجع، أيمن أشرف رجع، طبعا كهربا اللي حارقهم قوي هيرجع. اللعيبة معظم اللعيبة بتاعت الأهلي أيمن أشرف، قلنا أيمن أشرف، وعمار حمدي برضه هيرجع. وطبعا الصفقتين اللي هم بتوع الأهلي خالد عبد الفتاح وكريستو هيلعب. ما نعرفش مين تاني يلعب. هنيجي خالد عبد الفتاح كان طبعا كان سعيد جدا بالانتقال للأهلي، وقال إن كريستيانو رونالدو ده مثله الأعلى، وطبعا إن هو كان حلمه إن هو يتنقل للنادي الأهلي، والحمد لله إن ربنا وفقه وإن الحلم ده ربنا حققه له، لأن هو بيحب النادي الأهلي جدا وكويس. وطبعا المفاوضات مع الأهلي قال لك بدأت لما أمير توفيق اتصل بيه مدير التعاقدات مع الوكيل الخاص بيه، وأبلغه برغبة الأهلي في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية دي. فطبعا يقول لك عندما يأتي الأهلي لا نفكر ولا يوجد مجال لاستشارة أحد، فاللاعب الأكبر نادي في أفريقيا والأكثر تتويجا بالألقاب، حلم العمر والذي تحقق أخيرا. وتابع أن ارتداء القميص الأحمر كان الحلم الأهم والأعلى بالنسبة لي، والأجمل أن الحلم تحقق بالفعل وأصبحت لاعبا في الأهلي. وعبر عبد الفتاح عن مشاعره خلال اللحظات الأولى لدخوله مقر النادي الأهلي بالجزيرة، مؤكدا أن هناك مشاعر متضاربة ثابتة ما بين السعادة والفخر والتفاؤل والحماس، وفي نفس الوقت الرهبة، فالأهلي كيان كبير واللعب له شرف لأي لاعب. وقال كمان إن اللعب للنادي رقم 1 في مصر وأفريقيا ليس بالأمر السهل، سواء على المستويين الفني أو الشخصي، بسبب الضغوط المتواصلة للفوز بكافة الألقاب، ولكن هذا الأمر هو السمة الغالبة في الكرة. ووصل أنا على يقين من أن جماهير الأهلي ستقف خلفي لتدعيمي بجانب دعمهم المتواصل لزملائي، وهو ما يساعدني بقوة خصوصا في بداية مشواري مع الفريق. وطبعا اتكلم خالد عبد الفتاح ان هو طبعا اللقاء مع محمود كهربا وعمار حمدي، وطبعا هم استقبلوه استقبال جميل جدا، وان هو يربطهم بيهم صداقة كبيرة وصداقة قوية. طبعا اتكلموا مع بعض كتير واتمنوا لبعض التوفيق، وتمنوا له التوفيق في النادي الأهلي وكلاعب وزميل وصديق له. طبعا أكد اللاعب الأهلي أنه شارك في مركز قلب الدفاع في بداية مشواره قبل أن يتم توظيفه في الظهير الأيمن. وطبعا الظهير الأيمن اللي هو تألق فيه جدا، وهو مردود طيب جعله ينضم للنادي الأهلي، فدي طبعا حاجة كويسة لينا. وطبعا أشار أن اللعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية طبعا
كأس العالم للأندية ده حلم كل اللعيبة المصريين أو كل لعيبة العالم بمعنى أصح. طبعا الأهلي هيروح كأس العالم للأندية، وأي لعيب هيبقى موجود فيه هيرتفع رصيده من كل حاجة، القيمة التسويقية واللعب والمهارات وكل حاجة. وده طبعا ان النادي الاهلي بيعمله للعيبة بتوعه كل حاجة. طبعا لو احنا عايزين نبص على الموقع ونشوف اي فرق الحاجات العالمية اللي حصلت، نبص بصة ونشوف. هنا طبعا نادي ليفربول، كلوب إصابة فان دايك مفاجأة ونكسة كبيرة. طبعا فان دايك مدافع فريق ليفربول، طبعا الإصابة اللي تعرض لها لبيتفورد أمام بيتفورد في الماتش اللي فات واستبدلوه وخسر الفريق بتاع ليفربول 3-1. فطبعا كان إصابة جامدة ومنعرفش لسه هيقعد قد إيه. يقول لك إن وكشف عن درجة الإصابة في أوتار الركبة، يتأكد بذلك غيابه عن 4 مباريات على الأقل. فطبعا إن هو أوتار الركبة عنده في إصابة، فلازم إن هو هيراجعوا ويشوفوا إيه اللي هيحصل، وإن شاء الله ربنا يسهله ويرجع بالسلامة. هنشوف بعض الأخبار التانية السريعة. بيقول لك إيه تاني. خلاص احنا كده خلصنا معظم الحاجات اللي احنا نحب ان احنا نقولها لكم على بعض المواقع، وان شاء الله هحاول بقدر الامكان ان انا اجيب لكم من كذا موقع اخبار كويسة، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، واستنونا في فيديو جديد وان شاء الله خير، واشوفكم على خير. وخلوا بالكم ان البرد الايام دي وحش قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.